حاسس انك تايه من بعد التخرج ومش عارف تشتغل ايه ولا تعمل ايه، وكل ما تسمع كلمة كارير تحس انك في كابوس. ما تقلقش، انت مش لوحدك. 90% من الناس ويمكن اكتر مش عارفين نفسهم اصلا. المشكلة اننا مستنيين نعرف نفسنا قبل ما نبدأ، لكن السر انك مش هتعرف تفهم انت عايز ايه غير لما تبدأ. طب هبسطها لك، خد الطريقة دي وجربها. انا عن نفسي مسميها اختبار الثلاث تجارب. اختار 3 مجالات نفسك تبدأ في واحد منهم، حتى لو عمرك ما اشتغلت فيه ولا تفهم حاجة في المجال ده. خد اسبوع او 2 لكل مجال، اغطس فيه، اتعلم وشوف واقرأ عنه، وشوف في انهي واحد اتشددت فيه اكتر وانهي مجال فيهم حاسس انك ممكن تقدر تكمل وتبدع فيه. بعد ما المدة ما تخلص هتلاقي نفسك تلقائي اخترت المجال اللي تكمل فيه. الموضوع مش محتاج عبقرية، هو محتاج تجربة. وعلى فكرة مفيش حاجة اسمها طريق غلط لو رايح تتعلم منه، فما تنساش تبدأ عشان تتعلم وتتغير. وصدقني اللي بيتغير وبيتعلم هو اللي بيوصل. سلام.